مستشار محمد اهو تعال شوف بدون اي سبب بقيت ازقها في العربيه ولا عليا طالع حكم غياب شهر. القاضي بيته من ازاز فضيحه. بنزل كده تحت بيتي جايه في السويت 10 سنين شاف وريت خلاص زهقت معلش مش خاطر عيال. قالوا عايزينك اروح التفتيش سين جيم انت عملت؟ لا ما عملتش. اخر ما زهقت قلت لهم حاجه من الاثنين، لا ترسلوا لي في الموضوع لا اقدم انا مش عارفه اشتغل. يعني متجوزه الهانم في شهر 9 ورافع عليا نفقه اجر مسكن واجر بتاع في شهر واحد. ده انت بتقولي الهانم انا كده هاخد احكام عليه بس مش هحبسه عشان ابو ولاد. هتديني تصريح هجيب ان انا محول لها 2 مليون ونص. انا نفسي اجيب حد من اهلها هنا يحط ايده على مصحف. انا عندي بنت عندها 13 سنه اسيبها كل يوم لراجل ليه؟ واروح لبنتي اقول لها حبيبتي انا تقول لي لا روح امشي احنا مش بنحبك. هتعدم ايه المشكله؟ راجل بتاع كازينوهات وغسيل اموال. انا اسيب ولادي لواحد بتاع كازينوهات ونايتات؟ هذا الشخص قتل طريقته السابقة وللأسف أنه محامي رميا بالرصاص بسبب أنها رفعت عليه قضية نفقة، أنها تزوجت برجل زواج عرفي من غير ما يعلم وهي على ذمته، وأن أولاده وبناته لما يقول لهم تعالى برضوش يجوا. يعني معنى كلامه أنه أمهم بتعبي راسهم على أبوهم، أنه بدوش يسيب أولاده وبناته لواحد بسبب غسيل أموال تبع صلاة مختلطة من الآخر. بس كل اللي صار ببرر فعلته أنه يقتلها زي هيك. في محاكم تنحل الأمور عادي. مشكلة بقول إنه أنا هنعدم كأنه بتفاخر إنه هو هينعدم بس ما يسيبش أولاده في إيد واحد تبع غسيل أموال زي ما قال قبل. طيب أنت هيك ضريت أول حاجة أولادك وبناتك، بعدين ضريت حالك في السجن. أولادك وبناتك حدثوا مع غسيل أموال وطريقتك السابقة خلاص ماتت وأنت أثرت نفسيا على الأولاد والبنات. الصدمة الكبيرة إنه محامي يعني فاهم القوانين وفاهم الدين بس المخ ما ياخد إجازة.